أكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول الجزائري نور الدين والدعالي في المؤتمر الصحفي الجاهزية الكاملة لمواجهة المنتخب الإماراتي الشقيق مساء اليوم الثلاثاء 10:10 مساء بتوقيت مكة المكرمة لتعويض خسارة المباراة السابقة. وبين والدعالي أن الفريق أكمل الجاهزية لخوض المباراة في أجواء وظروف عادلة، وتمنى أن يخلو اللقاء من الأخطاء التحكيمية التي رافقت مباراة الجولة الماضية في أبو ظبي العاصمة الإماراتية. وعبر مدرب منتخبنا الوطني والدعالي عن تطلعه واللاعبين لتقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز، وهي النتيجة التي يسعى إليها الجميع. كما تطرق إلى مسألة انعدام تكافؤ الفرص فيما يتعلق بموافقة الاتحاد الآسيوي لخوض منتخب البحرين مواجهتين مع نظيره المنتخب النيبالي في ضيافة البحرين وعلى أرض البحرين، بينما كان مطلوبا من منتخبنا أن يذهب إلى النيبال لخوض مواجهة الذهاب، ووجه بذلك رسالة اعتراض إلى الفيفا مطالبا بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع. من جانبه أكد لاعب منتخبنا الوطني الكابتن ناصر محمدو على جاهزية اللاعبين وعزمهم وإصرارهم على تحقيق الفوز وتجاوز عثرة الجولة الماضية. كما دعا جماهير الكرة اليمنية المتواجدين في المنطقة الشرقية إلى مؤازرة المنتخب والزحف لملعب المباراة لتشجيعهم. وقال محمد: تعودنا أن نلعب خارج بلادنا ونجد أمامنا الجماهير تشجعنا وتؤازرنا، وننتظر منهم الكثير مساء الليلة. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الأول، ويشرفني قراءة آراءكم، تعليقاتكم وتوقعاتكم لنتيجة مباراة الليلة التي ستجمع منتخبنا الوطني الأول مع شقيقه الإماراتي.